الصفة الذي يمتنى الارتقاء لعليا. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم صحنا حمانا. ابن كلاب واسمه حكيم بن موسى بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر واسمه قريش وإليه تنصب بطون القرشية وما صوته كناني كما جنح إليه الكثير وارتقى. ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع صيص به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولفا. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت صغائره بنات السنة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى وعظم به من عقد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسيب عبد المطلب وبني عبد الله اللهم قد رواه الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صنفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية وصفات مسب لهموم نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وعينعت الثمار وأدنى الشجر الجانب
وسميه إذا رضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. اللهم قدره الكريم